يا مساء الفل عليكم. في الفترة دي كلنا كده محتاجين نشغل الفرن على كيك دافي من بتاع زمان كده اللي ماما كانت بتعمله لنا، وعايزين كوباية شاي بلبن، يعني حاجة كده آخر دفع. عايزة اقول لكم الكيك ده هش وجميل، ومهما كان عملت كيكات كتير الا الكيك ده دايما ليه طعمه الجميل. كانت كل ام بتستخدم مقادير معينة هي بتعمل بيها الكيك، ما بتغيرهاش، وبيطلع احلى والذ كيك. تعالوا نشوف بقى كيكة ماما دي بتتعمل ازاي. 3 كوبايات من الدقيق بالكوباية الشاي العادية جدا، كوباية من اللبن وكوباية من الزيت، 4 بيضات، رشة من الملح، معلقة من الخل، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعانا كمان سكر ناعم كوباية ونص، ومعانا كيك شيف او البيكنج باودر معانا كيس ونص هنستخدمه. اول حاجة هنخل كده كل المكونات الجافة مع بعض. عايزة اقول لكم ان الكيك ده كل ام كانت بتعمله كانوا حافظينه بمعادلة كده، اللي هو 3 2 1 1. يعني ايه؟ 3 دقيق، و2 سكر، واحد زيت، واحد لبن، والبيض 4 بيضات، ورشة الفانيليا. طبعا انا هنا قللت بس نسبة السكر، عملتها كوبايه ونص. تقدري تحطي الكوبايتين مفيش اي مشكله. بس عايزه اقول لكم قد ايه الكيكه دي بسيطه جدا. كل المكونات بتتحط على بعضها في الخلاط، مش بنعمل فيها اي مجهود تماما. كل المكونات بدرجه حراره المطبخ. تمام. بحط فيها بحط كل المكونات على بعض: الخل، الفانيليا، البيض، السكر، الزيت، اللبن، وبنضرب كل المكونات دي في الخلاط كويس جدا لمدة 5 دقايق. وكل اللي انا عملته خدت المكونات الجافة، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح، وقلبتهم كويس جدا كده مع بعض، وابتديت انزل عليهم بالخليط السائل. هقلبهم بقى كويس جدا. الكيك تحفة، ناعم وهش. ما شاء الله. وانت كده بتقلبيه بتبقى مبسوطة وريحته حلوة قوي. بنقلبه طبعا بالراحة، وباين ان هو سريع عشان بس الفيديو احنا مسرعينه. فهبتدي ان انا اقلبه، وهيبقى بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال والقوام؟ قوام ممتاز، هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا بقى هجيب الصاج، اي صينية عندك. انا حبيت بقى اعملها في الصينية دي. دهنتها دهنة كده بسيطة من الزيت، وبطنتها بالدقيق، وحطيت فيها مقدار الكيك كله. الكيك ده يدخل على فرن سخن بدرجة حرارة 180 لمدة 35 ل 40 دقيقة، وهيطلع معانا بالجمال ده. ما شاء الله. حاجة كده حكاية. ريحته جميلة، دفى البيت كله. مش قادرة اقول لكم على جمالها. بتمنى بصراحة تعملوا الكيك ده، لان الكيك ده فيه من زمان قوي، من تيتا واحنا بناكل عندها الكيك، امهاتنا وهم بيعملوا لنا الكيك ده. وعايزه اقول لكم ان الميزه ان كل الامهات كانوا حافظينها بمعادله حلوه جدا. يعني ما كانوش بيكتبوا زينا او مطلعين اكتر على وصفات كتير زينا، بس كانوا بيحبوا يعملوا الوصفات دي، وبتطلع معاهم تحفة وحلوة، وبيحفظوها بمعادلة بسيطة. زي ما قلت لكم ان الكيك ده، يعني بالنسبة لمامتي كانوا هم حافظينها ايه، 3 2 1 1، اللي هو كأني معادلة كده هم عاملينها خلاص. دي كده دي طريقة الكيكة. شايفين الكيك هش ازاي وطعمه تحفة وجميل جدا. بتمنى يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقة. ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. باي.